ماتش الزمالك والبنك الاهلي لسه خلصان، الزمالك كسب 1-0 بعرضيه فتوح. الونش حطها بدماغه في الجون. احلى حاجه فرحتني في الماتش ان الونش هو اللي حط الجون، لان انا بحب الونش جدا. الونش من اللعيبه اللي كانت سببت معانا في الدوري الموسم اللي فات ان احنا ناخده، بمساهمته في الدفاع وتضحياته وحتى اهدافه اللي بالدماغ. فالونش لاعب مهم جدا في منظومه الدفاع في الزمالك، وكان لو كان موجود من اول موسم ما كانش مصاب كان هيأثر معانا فشخ في جدول الدوري بامانه يعني. المهم بقى، طب هل المكسب ده صلح عن حال الزمالك؟ لا، الزمالك لسه وحش زي ما هو، لسه في ارض ملعب وحش، مفيش اي تنظيم ولا في اي جمل بتتلعب. الجون اللي جبته ما هي الا مهاره من شلبي، خد بها فاول فتوح عرضها والونش حطها في الجون. بس انما الزمالك لسه وحش، لسه عنده سلبيات كتير قوي، لسه عايز لعيبه كتير قوي برضه. فالزمالك ما تصلحش حاله، لا لسه عايز شغل كتير. طب هل المدرب اللي جاي ده ممكن يصلح حال الزمالك؟ انا ما اعرفش، لان انا ما اعرفوش المدرب ده، ما اعرفوش ولسه ما شفتش اسلوب لعبه مع هيبقى عامل ازاي. طب المكسب ده الزمالك استفاد منه في ايه؟ في حاجه واحده بس، ان هو علّى من الترتيب في الدوري، ان هو كان مركز السابع حاليا بقى المركز الرابع، بقى فرق بينك وبين بيراميدز 4 نقط وبين فيوتشر 9 نقط. فالزمالك طب هل الزمالك ممكن ياخد الدوري؟ لا، قولا واحدا الزمالك ولا هيبقى مركز اول ولا مركز تاني. الزمالك لو يعني لو ايه لو لو هربت منه هيبقى مركز تالت، انما مش هيبقى مركز تاني او اول حتى. لان الزمالك الموسم اللي فات، واحد هيقول لي الموسم اللي فات طب انت كنت برضه كنت كده، لما فرة جه انت خسرت ماتشين وكنت برضه واقع بس خدت الدوري. الموسم اللي فات كان عندك بعض اللعيبه معاك مساهمه معاك وهي اللي شايلاك، زي زيزو، الونش، امام عاشور، بن شرقي، عواد كان جاي في فورمه. ففي الواد اسمه ايه سيد نيمار. ففي اكتر من لاعب كان شايلك، كان مساهم معاك في الدوري ده، كان لسه جايبين فورمه وبيلعبوا. انما حاليا واقعين كلهم. حاليا ما فيش فيهم الا واحد بس، هم اللي بيلعب، اللي كان امام عاشور بس، مش وزيزو برضه كان اول الدوري. زيزو حاليا مش هو زيزو بتاع الموسم اللي فات. بس انا عذره ان طبيعي مش هيلعب بالموسمين ورا بعض من غير ما حد يساعده. طيب امام عاشور اهو السمسار مشاه، والونش كان مصاب، عواد ماتش وخمسه لا. فالزمالك واقع الموسم ده، وفي نفس الوقت فريرا كان معاك مدرب كبير قوي الموسم اللي فات اللي هو فريرا. الموسم ده كان معاك برضه نفس فريرا، بس ما تفهمش كان ايه اللي حصل له. مش عارف ليه كده، تحس ان هو كان رجع او دخل الموسم ده بان هو خلاص هو خد اللي هو عايزه، فدخل بقى ان هو عشان الشرط الجزائي بتاعه فبيهبل في التشكيل، بيعمل اي حاجه، ما فيش جمل في الملعب. فما تفهمش ايه اللي حصل لفريرا الموسم ده. معنى يعني طب المدرب ده لو حلو ممكن يرجع الزمالك تاني؟ لا برضه، لان زي ما انا قلت لك اللعيبه دي مش هتساعده. مفيش غير واحد او اتنين بس اللي عايز يتطور، الباقي كلهم مستواهم اقل من الزمالك بكتير. فالمدرب ده مش على ما يحفظ اصلا اللعيبه اسلوب لعب هيحتاج فيها شهر ولا اكتر. فانت برضه عندك في الشهر ده هتلاقي عندك 5 ماتشات ولا حاجه. فالزمالك مش هياخد الدوري ولا مركز تاني حتى، عشان ما حدش يعشم نفسه وفي الاخر يتفاجئ. طب هل الزمالك هيطلع من الدوامه دي لو المدرب حلو واللعيبه حفظت اسلوب لعبه وبقينا بنكسب؟ هل الزمالك هيطلع من الدوامه دي؟ هيطلع فتره وهيرجع تاني بسبب عيله مرتضى منصور. طول ما العيله دي في النادي ما حدش يستنى من الزمالك انه يطلع وايه وينافس بقى، لا. طول ما العيله دي في الزمالك لو طلع بيطلع فتره وبيرجع تاني وهم اللي بيرجعوه. يعني انت بواحد هيقول لي طب انت بتشجع الزمالك ليه بقى وتعب نفسك ليه؟ هو ده انا اتولدت لقيت نفسي بحب الزمالك، بشجع الزمالك. الزمالك لو في اي حاجه انا بدعمه، بستنى الماتش بتاع من الماتش ده للماتش التاني، وبفرح لما بيكسب وبزعل لما بيخسر، حتى انا عارف المصيبه اللي فيه وعارف النهايه، عارف نهايه الحوار ده ايه. بس غصب عنك انت انتمائك مع الزمالك، فبغض النظر عن كل حاجه انت بتشجعه، في نفس الوقت بتدعي وبيبقى نفسك ان اللي بيخربه يمشي. بس فهو ده، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتناقض نفسك، انت بتقول الزمالك هيطلع وبتقول ان مرتضى منصور في النادي. لا، ما هيطلع فتره وهيرجع تاني عشان العيله دي. فمشكله الزمالك الاول والاخير في الاداره ثم في اللعيبه. بس اللعيبه برضو ممكن تمشي وتجيب واحد غيرها عادي، بس لما يكون معاك اداره محترمه هي اللي توفر كل الامكانيات دي. بس كده، السلام عليكم.